الملك سنفرو، وزي أي إنسان موجود على وجه الأرض كان عنده حلم، بس حلم سنفرو كان مستحيل. في يوم 2 فبراير سنة 1925 كان يضع المصور المرافق بعالم الآثار الأمريكي جورج رايزنر أثناء الحفريات في محيط أهرامات الجيزة في مكان مناسب للتصوير بالقرب من الهرم الأكبر. غرست إحدى حوامل الكاميرا في حفرة غريبة، وظهر بعد زلة الرمال على مدخل مؤدي لسلالم تحت الأرض. بعدها لقوا نفسهم أمام مقبرة مغلقة. وفي 8 مارس فتحها إلين روفي نائب رايزنر ولاحظ أساس غرفة نوم وتابوت. في الوقت ده كان رايزنر في الولايات المتحدة، ولما عرف بالخبر أمر بغلق المقبرة حتى عودته. وفي 21 يناير 1926 رجع رايزنر إلى مصر ومباشرة إلى الجيزة متحمس لرؤية المقبرة. وفي يوم 3 مارس جه أخيرا الوقت لفتح التابوت. بس بقى يا ترى هنلاقي موميا ولا لا؟ وده كمان كان في حضور كبار رجال الدولة ساعتها. وللأسف والصدفة التابوت بيفاجئهم كلهم، التابوت كان فاضي. وليندون سميث اللي كان من المشاركين قال: قمنا برفع غطاء التابوت بحيث نستطيع رؤية ما بداخله، ولكني لم أجد المومياء الملكية فيه، كان التابوت فارغا. ودلوقتي هنروح لدكتور محمد خميس عشان نعرف تفاصيل أكتر عن الملكة حتبحرس الأولى. دي الملكة حتبحرس الأولى، واحدة من أهم الملكات، لأن هي كانت مرات ملك عظيم جدا وأم ملك عظيم جدا. الإفيه إن كل ألقابها ما بيتقالش فيها إن هي مرات الملك، مرات الملك بيتقال دايما إن هي أمنا. في كلكيعة حصلت مع حتبحرس. المقبرة بتاعت حتبحرس اللي طلعوا منها الأساس الجنزي بتاعه، ده من أكتر الأساس الجنزي اللي لقيناه في الفترة دي، اتلقت في شرق هرم خوفو، حفرة طويلة على عمق تقريبا حوالي 27 متر على ما أعتقد، وتحتها لقوا المقبرة بدون أي نقوش، بس لقوا فيها الأثاث الجنزي بتاعها وعليه اسمها في كل حتة وعليه ألقابها في كل حتة. لقوا التابوت اللي وراكوا ده من التوابيت النادرة اللي معمولة من المرمر اهو، التابوت بتاعها وكان مقفول، اللي لقاه العالم الامريكي ريزنر، وفرح جدا لقينا تابوت مقفول، هنلاقي موميا، وقام لامم الناس ويلا بينا ويلا نفتح يا رجاله، هوب ما لقوش حاجه اهو. هل معنى ذلك ان الحفره دي كانت بتطلع منها طاقه؟ الحفره اللي تحت الارض حفره كانت بتطلع منها طاقه؟ مبرر عدم وجود الجثه، فانه ما فيش جثه كان بيطلعوا طاقه كده، ده حفظه استنتاجيه مش مفهومه خالص يعني. تمام؟ فما لقوش برضه الجثه، بقت حاله غامضه جدا، وابتدوا يحاولوا يفسروا الموضوع. يعتقد بدون اي دليل علمي على الاطلاق ان هي ليها مقبره اخرى موجوده عند دكتور عند اهرامات جوزها، وان هي اتسرقت، فاتخذت اللي فاضل منها واتحطت في المقبره الثانيه ديت حمايه ليها وخلاص. بعض الناس بتبالغ في القول وبتقول ان ده اتعمل من الكهنه بدون ما يقولوا لخوفه ان جثه امك راحت يا ريت. فايه بس دي مبالغه يعني غير طبيعيه يعني. عموما من المعتاد للملوك انهم يبقى لهم مقبرتين، احنا واضحين. ملوك الاسره الاولى كان لهم مقابر في البليانه ومقابر في سقاره. ملوك الزوسر ليه مصطبه في بيت خلاف وليه الهرم بتاعه، فيجوز يكون كان ليها مقبرتين، ونكون لغايه دلوقتي ما لقيناش المقبره الحقيقيه اللي هي مدفونه فيها.
مش واضحه الامور قوي، بس على الارجح ان كل الحاجات اللي اتعملت لها في حياه خوفو، لان القابه مكتوبه معاه على كل هذا الاثاث الجنازي. الصندوق اللي ورانا ده هو اقدم نموذج لما يمكن ان يقال عليه الاواني الكانوبيه. ما كانش في اواني كانوبيه، او ظهور الاواني الكانوبيه كان في الاسره الخمسه، دول الاسره الرابعه. ومن ضمن الأشياء في المقبرة وجدوا كرسي عرش يحمل اسم الملكة حتب حارس الأولى، بنت الملك حوني وأم الملك خوفو وزوجة الملك سنفرو، اللي هيغير مفهوم الملكية إلى الأبد. وكمان الملكة حتب حارس كانت صاحبة أقدم غرفة نوم يعثر عليها، وده ساعدنا على معرفة تفاصيل أكتر عن المصري القديم. عشان كده هنروح لدكتور محمد خميس سريعا عشان نشوف الغرفة. دي المخده اللي كانوا بيحطوا على راسها يا جدعان. كانوا بيحطوا ماتريس، كانوا بيحطوا حاجات وهم يناموا عليها، فدي يبقى ديت يا دوبك حته عاليه صغيره تبقى ساندة عليها دماغها، يا دوبك تبقى الفرق ما بتاع الكتف ده. يعني كان في بيلو اصلا. ايوه، مش كده بس، يعني مش تعذيب اهو. تمام. ايه ده بقى؟ اولا العصيان ديت معموله شكل زهره اللوتس من فوق الوعش. تمام. ايه ده كله؟ ناموسيه. ده كده هو السرير ابو عمود، سرير العمود النحاس القديم ده، معمول لها تقفيله كبيره علشان تبقى هي الملكه من جوه، وفي ستاير محطوطه عليها فلا يخش لها لا دبان ولا ناموس ولا بتاع، وتعيش براحتها. بتاع ديت اللي انتوا كنتوا بتسالوا عليها، هي دي اللي كان فيها القماش بتاع الناموسيه، بس القماش ما استحملش وداب وباظ، ده باظ للاسف يعني، لكن ده اللي كان فيه القماش. مين اللي كان بيسال على دي؟ بس قبل ما نمشي لازم نلقي نظرة على أساور الملكة. أساور من الفضة، والفضة ما كانتش منتشرة. تعالوا قربوا، ده الستات هتعجبها قوي الأساور دي. الفضة أصلا ما كانتش منتشرة عند المصريين القدماء، كانت قليلة جدا وكانت قيمتها عالية، ويعتقد إن هم استوردوها من بلاد اليونان، احتمال كريت، لأن في علاقات قديمة جدا كانت موجودة بيننا وبين كريت، مرسوم عليها فراشات، ودي من ضمن الحاجات النادره اللي كانت بتحصل. ما كانش بيترسم عندنا فراشات، بس هنا مرسوم على ديت فراشات ومحلاه بالاحجار نصف الكريمه، اللي هي الزورد والياقوت والحاجات اللي من النوعيه ديت معموله معاها، وهي شياكه جدا صراحه. 10 اساور دي اللي بتدحض فكره سرقه المقبره. يعني بعض الناس بتقول ان المقبره اتسرقت وده اللي فضل من حاجه، فلو انا حرامي ولقيت دول هسرق دول اول حاجه. في حاجه غامضه بتتعلق بحته حارس الاولى. على الارجح في رايي الخاص وجود مقبرتين زي ما كانوا بيعملوا مع الملوك كلهم في الفترات الاولى. بيكمل ملك حوني مسيره اجداده، فبيبدا في بناء هرم في ميدوم، بس للاسف بيموت حوني فجاه ومبيلحقش يكمل الهرم، وبيتولى الملك سنفرو فعلا وبيكمل بقيه الهرم بتاعه. بس حوني ما بيدفنش فيه، ودي بتكون حاجه غريبه جدا. بيتزوج الملك سنفرو الملكه حتب الاولى، ومش بس كده، والملك سنفرو بيأسس الاسره الرابعه. بيكمل الملك سنفرو هرم ميدوم، بيستعين سنفرو باحسن المهندسين في عصره، فيبتدوا في بناء مدرج للهرم، او يعني الهرم بيعملوه بشكل مدرج زي الهرم ده، بس هم ما بيسيبوهوش كده. بعد ما يعملوا المدرجات بيعملوها بالطوب اللبني. توزيع الاحجار ما كانش مظبوط والهرم انهار، وللاسف بينهار حلم سنفرو لاول مره، عشان دي مش هتكون اول مره. الملك سنفرو مش بييأس، وبيبدأ في بناء هرم تاني في دهشور بزاوية ميل 60 درجة. بس في نص الهرم كده يعني لقوا ان غرفة الدفن مش هتستحمل الوزن، فقرروا انهم يقللوا الزاوية شوية لتوصل ليها تبقى 42 درجة. بس للأسف يعني اللي عملوها دي بتبوظ لهم الدنيا شوية، فبنوصل للشكل ده، الهرم المنحني. مع ان الهرم مش مظبوط قوي، بس انا شايفه من منظوري نجاح مبهر لسنفرو. الهرم ده كان مهم جدا عشان بيورينا شكل الاهرامات زمان كان شكلها ازاي، لان اغلب الكسوة لسه موجودة حتى الان، وده بسبب درجة الميل اللي خلت الاحجار مايلة ناحية قلب الهرم. عشان كده كانت من الصعب تتخلع، مع ان الهرم ده ما حققش حلم سنفرو قوي، وحتى سنفرو ما قالكش خلاص الهرم ده حلو واحنا كنا فين وبقينا فين ويلا خلاص حلو قوي هتدفن هنا وخلاص. سنفرو مش بييأس لتاني مرة، وبيقرر في بناء هرم تالت برضه في دهشور. بس المرة دي لو الهرم ما كانش مظبوط حلم سنفرو مش هيتحقق. متعدي الأيام والملك سنفرو أخيرا حقق حلمه،
فبيبني الهرم الأحمر أول هرم أملس في التاريخ وأطول مبنى على سطح الأرض بارتفاع 105 متر، برج خليفة ات ذا تايم، بدرجة ميل 42 درجة، ودي نفس الزاوية اللي عملوها في نص الهرم المنحني. الخطأ اللي كان في الهرم المنحني إنهم بنوا الهرم على الرملة، بس في الهرم الأحمر استخدموا قاعدة من الحجر. بعد كده اتبنى الهرم، واللي فاكر إن الملك سنفرو بنى أهرامات بس يبقى اتضحك عليه. الملك سنفرو في عهده قامت أول حملة بحرية في التاريخ إلى الموانئ السورية، رجع منها المصريين بنحو 40 سفينة محملة بخشب الأرز من غابات لبنان، وده هنشوفه في تدعيمات جوه الهرم. وده برضه عمل شوية غموض، يعني ازاي هو هيبقى البناء وازاي برضه هيرمم بالخشب، فده كان عمل شوية غموض. وكمان الملك سنفرو هو أول ملك يكتب اسمه في خرطوش، وفضل لمدة 3000 سنة و500 سنة أي حد يكتب اسمه في خرطوش يبقى ملك أو ملكة. وأساس كلمة خرطوش أصلا مش هيروغليفية، الكلمة الصح هي شن رن. حتى لما تكون عايز تعظم حد بقى تقول إيه ده ليه شنة ورنة. بس برضه مش هنعرف نستغنى عن دكتور محمد خميس، وهنروح له عشان نعرف تفاصيل أكتر عن سنفرو. ده هو تمثال سنفرو. ايه هو ده سنفرو، الاسم بتاعه مكتوب على الحزام بتاعه اهو، سنفرو، نفس الاسم اللي كان مكتوب تحت. بصوا اهو، اسن وادي نفر والاو بتاع الواو اللي هنا سنفرو، الله ينور عليك، مكتوب جوه الخرطوشه النيسو بيتي. وده ما كانش لسه اتقعدت قاعده النيسو، كلمه نيسو بيتي نفسها تتحط بره الخرطوشه، كان من اوائل الحاجات اللي موجوده. ده التمثال بتاعه، ده يعتبر برضه بالحجم الطبيعي، يعني زودنا الرجل شويه فهو لا زال طوله منطقي جدا بالنسبه لاطولنا. هنا هو كاتب الالقاب بتاعته. تاني بصوا هتلاقوا هنا نب معت، وبعدين تحتيه حاطط نيسو بيتي ونب نبتي، ده الاسم النبتي، ديت نبتي اللي هي رمز اللي انا قلت لكم السيدتين العظيمتين، حاميه الشمال اللي هي واجت الكبرى اهي، وحاميه الجنوب اللي هي نخبت. بصوا ادي اهي، دي الكبرى اهي، ودي كده انثى النسر نخبت، فهو كاتب اسمه بعدها اللي هو نب معت. وبعدين ادي الحرنبو، شايفين ادي حورس وتحته علامه الذهب اهي، ده شكل الذهب، حرنبو اللي هو حورس المتوج بالذهب. هو راسم نفسه في وضعيه الشبس، وضعيه النبيل اللي هو قاعد على الكرسي وماسك في ايده المنشه، وكاتب اسمه فوق زي ما انتم شايفين اللي هو سنفرو. تمام، حاطط كل ده جوه واجهه القصر، واخدين بالكم ان حورس واقف فوق، حاطط كل ده جوه واجهه القصر، كلها جوه السرخ. نب معت على الارجح هو اسم الحوري بتاعه لوحده اللي هو في الاول خالص، نب معت يعني سيد العداله. سنفرو اسمه كامل بتاع سنفرويه، يعني المعبود بتاع يسعدني. فلما بختصر الاسم واخليه سنفرو بس يبقى المسعود، يعني ده اسمه مسعود. خوفو اسمه في الاصل خنم خفوي، يعني المعبود خنم بيحميني، فلما بختصره الخوفو بس بيبقى المحمي المحروم. حتب حارس معنى اسمها سمحة الوجه، يبقى خوفو هو محروس ابن مسعود وسمحة. في حكم سنفرو كانت مصر برضو مقسمة ل 42 مقاطعة اللي هي زي محافظة يعني. كان الوجه القبلي 22 مقاطعة والوجه البحري 20 مقاطعة، وكان لكل مقاطعة حاكم كان المسؤول الوحيد أمام الملك. يحصل إيه أنت المسؤول، أنا ماليش دعوة. وطريقة تنظيم سنفرو لمصر خلت السلطة كلها في إيده، ودي كان دليل على ذكاء سنفرو. الملك سنفرو مش الملك اللي ما سابش وراه غير أهرامات تشهد على عبقريته، بس سنفرو ساب وراه دولة موحدة وقوية في كل المجالات. سنفرو كان بيكتب فصل في قصة مصر القديمة، قصة بدأت معاه ولم تنتهي حتى الآن. اللي دخل الأسرة ال 12 الرابعة، النقطة الرابعة بيأسس الأسرة ال 12. وهنشوف سنفرو في هرم آخر. سنفرو تو بي كونتينيو.